في ناس سألتني ليه مش بتعملي الحواديت بصور متحركة؟ ليه بتعمليها ثابتة؟ أنا نوني، النهاردة حابة أجاوب على السؤال ده. أنا أغلب الحواديت عندي صور ثابتة، وأنا النهاردة عايزة أقول لكم ليه الطريقة دي أفضل لطفلكم، خصوصا لحد سن سنتين. الدراسات أثبتت إن الأطفال لحد سن السنتين المخ بتاعهم لسه في مرحلة التكوين، والصور المتحركة السريعة ممكن تسبب إجهاد للمخ، والطفل في السن ده محتاج صوت هادي، كلمات واضحة، محتاج كلام كتير. فأنا حابة أقولك على حاجة مهمة جدا، لو تقدري وإنتي بتنيمي طفلك شغلي الحدوتة بصوت بس، سيبيه يسمع ويتخيل ويعيش مع الكلمات. التخيل ده كنز، هو اللي بينمي خيال الطفل وبيخليه يفكر ويتعلم. افتكري معايا كده، واحنا زمان ما كانش فيه موبايلات ولا تابلت، كنا بنسمع الحواديت قبل ما ننام، وكل واحد فينا كان بيشوف الحدوتة بشكل مختلف في خياله، وده اللي خلى خيالنا واسع والذاكرة عندنا أقوى. وده بالظبط اللي بحاول أرجعه تاني لأولادنا. أنا مش بقولك امنعي كل حاجة، ولا بقول إن الصور المتحركة وحشة، كفاية بس الساعة واحدة في اليوم، بس ده بعد سن السنتين طبعا. أنا بقول التوازن مهم. لو حابة تجربي شغلي لطفلك حدوتة وقت النوم بصوت بس، وشوفي الفرق. ولو الفيديو ده عجبك اعملي لايك واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. وربنا يحفظ أولادنا وبناتنا.